تعالي بقى لما اقولك على السر بتاع رز المشويات والعزومات اللي يشرفك في اي عزومه بجد، وبيبقى ريحته كده قلبه للبيت كله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول ونبدا الفيديو. اول حاجه كده بتجيبي نوع الرز البسمتي يكون كويس، بنغسله وبننقعه 10 دقايق، وحله بقى كبيره بحط فيها معلقه من السمنه وشويه من الزيت. واهم حاجه بقى كده هاتي بصلتين كده حلوين كبار، انا هنا ضاعفت الكميه، عملت كيلو رز فحطيت حوالي 3 بصلات كبار. وبعد كده حطيت جزرتين، تمام، او جزره واحده لو انت عامله نص كيلو. اول بقى ما البصله تتبل بننزل بالجزر، ولو انت عامله نص كيلو تنزلي بجزره واحده، ويا دوبك بس دقيقه واحده. وهنزل بقى بمعلقتين صغيرين من الكركم، معلقتين صغيرين مليانين من بهارات الكبسه، وتوم باودر وبصل باودر وشعره صغيره قوي من الفلفل الاسود. وهقلب كل ده بقى، هي بهارات الكبسه بتغني بس انا بحب يكون متبهر كده وطعمه حلو. وهنزل بقى بالرز بعد ما صفيته بعد 10 دقايق، بنقعه 10 دقايق ولونه كده بيفتح، تمام. واقلبه بقى كده تقليبه حوالي دقيقتين مع البصل والخلطه القمر دي. وبعد كده اديله بقى ميه مغليه، وهنا انا بنعمله بقى معامله الرز العادي المصري، عشان انا نقعاه، لو انت مش نقعاه بتكتري الميه، تمام كده. وكده هظبط بقى الملح وخلاص، بقى هنسيبه ايه يغلي مع نفسه. بعد كده بقى طلعت الكفته اللي كنت مفرزاها معاكم على صينيه فيها كده معلقه من السمنه وبدخلها الفرن. بصوا بقى القمر، الرز عامل اللون عامل ازاي والفلفله، وبجد ريحته قلب الدنيا، عايزه اقول لك تحفه قوي مع المشويات. اي مشويات تعمليها بجد بيبقى تحفه معاها ويشرفك كده في اي عزومه، هو بينور اصلا الطبق. وادي الكفته هي بعد ما خدت اللون ما شاء الله، مش بتاخد وقت خالص، من غير كده ما شغل حتى عليها الشوايه خدت اللون ده. وفرجولي بقى على اللون القمر، وبصي الريحه مش قادر اقول لكم واصله لاخر الشارع. وكمان ضفت على فكره نص معلقه صغيره من القرفه عشان ما كانش عندي قرفه عود على الرز، برده بتدي نكهه حلوه. بص بقى الكفته اللهم بارك طريه ازاي وجوسي وقمر بجد. انا عملتها معاكم في التفريزات، جربوها الطريقه دي بجد هتعجبكم. ما تنسوش بقى لايك الفيديو ومتابعه الصفحه عشان يوصلكم ان شاء الله كل فيديو جديد انزله.